في نزهتنا في إيران هناخدكم ونوديكم لبلد من أعظم البلاد الإسلامية خرج منها صاحب الصحيح في الحديث الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري اللي نشأ في مدينة نيسابور. ودي الفترة اللي كانت فيها نيسابور من أشهر بلاد المسلمين، وتقريبا ما كانش بيضاهيها في مكانتها أي بلد إسلامي آخر. ده حتى السامانيين قرروا إن هم يجعلوا من عاصمتهم بخارى شبيهة لنيسابور اللي كانت عاصمة الدولة الطاهرية. الحقيقة إن المسلمين كانوا حريصين أشد الحرص على دخول الإسلام مدينة نيسابور، وده تقريبا منذ بداية الفتوحات الإسلامية، لأن نيسابور كانت مدينة من أعظم المدن في عهد الدولة الساسانية اللي بناها سابور الثاني، وهو تاني ملوك الساسانيين، اللي اتسمت على اسمه مدينة نيسابور، يعني مكان سابور، واهتم بها المسلمين حتى أصبحت مدينة من أجمل المدن وأحسنها عمرانا. وزي ما عودناكم في نزهة تاريخية، كل مرة بناخدكم في نزهة لمدينة من مدن العالم الإسلامي، بنعرف تاريخها وأهم معالمها في محاولة لفهم الحضارة الإسلامية ومعرفة أهميتها. السلام عليكم وأهلا بيكم في نزهة تاريخية. وطبعا لو مهتم بالمحتوى التاريخي اشترك في القناة عشان تعرف أكتر عن التاريخ الإسلامي، ومتنساش تتفاعل مع الفيديو من خلال الإعجاب واكتب رأيك لأنه يهمنا. مدينة نيسابور مدينة إيرانية قديمة موقعها الحالي في الشمال الشرقي لإيران، كانت عاصمة إقليم خراسان زمان، وكانت كمان من أهم مدن إقليم خراسان اللي بينقسم الآن ما بين 3 دول أهمها أفغانستان، تركمانستان، وإيران. وولاية خراسان اللي بتقع فيها نيسابور اللي حاليا موجودة في إيران. وعلى العموم تعد نيسابور هي جزء من إقليم خراسان التاريخي. الفتح الإسلامي لنيسابور بيرجع لعهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وده كان في سنة 31 هجريا، ودخل أهلها في الإسلام بالصلح من غير أي حرب. نيسابور دايما كانت مدينة مهمة، وبالتالي كانت محط اهتمام المسلمين. فمثلا كانت نيسابور عاصمة حضارية خلال عهد الدولة الأموية، أما بقى في العصر العباسي فكانت نيسابور مركز تجاري وعلمي وثقافي كبير جدا، خصوصا بقى في عهد الطاهريين. نيسابور كانت عاصمة إقليم خراسان في عهد الطاهريين، وكانت الدولة الطاهرية هي أول دولة تستقل عن جسم الخلافة العباسية، لكن الطاهريين في العموم كانوا حريصين أشد الحرص على تبعيتهم للخلافة الإسلامية في بغداد، فبالتالي كانوا دايما حريصين على إرضاء الخليفة العباسي، لكنهم على الجانب الآخر اهتموا جدا بإقليم خراسان بصفة العموم. أما بقى نيسابور بصفة الخصوص جعلوا منها مدينة إسلامية عظيمة، وأسسوا فيها بلاط يضاهي بلاط الملوك روعة وفخامة. والجميل في الأمر إن الطاهريين بنوا في نيسابور مستشفيات كانت من أشهر المستشفيات اللي بيدرس فيها الطب في العالم الإسلامي، وكان من أشهر أطباء العصر ده صبور بن سهل اللي توفى سنة 255 هجريا، وكانت ليه العديد من المؤلفات. طبعا ده بيعكس لنا قد ايه التقدم الطبي اللي حظيت بيه مدينة نيسابور، واللي جعل الخليفة العباسي الواثق يستخدم واحد من أطباء مدينة نيسابور طبعا لعلاجه عند مرضه. وطالما اهتم الطهاريين ببناء المستشفيات يبقى أكيد اهتموا بالتعليم بصفة العموم، وده من خلال حرصهم على نشر التعليم بين الناس. ده غير كمان إن هم قربوا إليهم العلماء حتى أصبحت نيسابور في عهدهم مركز مهم من مراكز الثقافة الإسلامية ومحطة لعلماء الشرق والغرب. فمثلا ظهر في نيسابور أشهر علمائها زي مثلا الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وهو من أهم علماء الحديث النبوي، وهو صاحب كتاب صحيح مسلم اللي يعتبر تاني أصح كتب الحديث بعد صحيح البخاري. اهتمام الطاهرين بالعلم ما وقفش لحد هنا، لا دول كمان أحيوا التراث الفارسي في الوقت اللي انتشرت فيه الثقافة العربية في خراسان وبلاد فارس، وأقبل الفرس بصفة العموم على دراسة اللغة العربية، وقلد كمان الفرس العرب في الشعر والنثر. علشان كده حرص الطاهريين إن هم يعيدوا لإيران الصبغة الفارسية بعد ما كانت بتسودها اللغة العربية على كل بلاد فارس. ومن العلم للسياسة اهتم الطاهريون بالجيش، واحتفظوا بجيش كبير جدا في نيسابور، وده علشان يقود حملات عسكرية لمختلف الميادين. ومن بعد الطاهريين اهتم الصفاريون كمان بنيسابور، وبنوا فيها مباني جميلة جدا وعمروها بالمساجد المميزة. المدارس في نيسابور، أكتر ما يميز نيسابور هو النهضة العلمية،
ولو اتكلمنا معاكم على تاريخ المدارس، خليني أقول لكم إن أول ظهور للمدرسة كان في مدينة بخارى على يد الإمام أبو حفص الفقيه البخاري في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري. ومن بعدها أقيمت أول مدرسة بنيسابور في بداية القرن الرابع الهجري على يد الإمام أبو حاتم محمد بن حيان التميمي الشافعي، واللي عملها في داره. ده غير كمان إنه جعل لها خزانة للكتب وكمان سكن الطلبة. ومن بعد مدرسة أبو حاتم توسعت المدارس بشكل ملحوظ في نيسابور، لكن ما كانش ليها مناهج محددة. ده غير كمان إن كل مدرسة كانت بتدرس بمذهب صاحبها، حتى جاء نظام الملك وزير الدولة السلجوقية اللي بنى في نيسابور أول مدرسة نظامية. ومن المدرسة النظامية في نيسابور انطلقت مدارس كتير جدا نظامية برضو في مدن هامة في بلاد المشرق الإسلامي. في الحقيقة قدمت لنا نيسابور العديد من العلماء والفقهاء اللي اشتهروا في العالم الإسلامي، زي مثلا الحاكم محمد ابن عبد الله ابن الحكم النيسابوري. وده بقى كان ليه تصانيف متعددة، زي مثلا معرفة علوم الحديث والعلل والتراجم والأبواب والشيوخ. وليه تقريبا أكتر من 1000 جزء من تخريج الصحيحين ومستدرك الصحيحين وتاريخ النيسابوريين ومسك الأخبار والمدخل إلى علم الصحيح وكتاب الإكليل وفضائل الشافعي. ده كمان عندنا المفسر أبي إسحاق الثعلبي، وده بقى شاعر وعالم ومفسر ومؤرخ، وليه مجموعة مصنفات من أهمها عرائس المجالس والكشف والبيان عن تفسير القرآن. وأخيرا عمر الخيام، وده برضه شاعر ورياضي وفيلسوف وفلكي معروف. طلب منه السلطان ملك شاه السلجوقي عمل مرصد في مدينة نيسابور، فقام بعمله على أكمل وجه، وكمان عدل التقويم الفارسي. واشتهر عمر الخيام برباعيته الشعرية، وهي الطريقة في تنظيم الأبيات الشعرية، وغيرهم كتير من العلماء المسلمين اللي ما لا يسعى المجال لذكرهم. مدينة نيسابور زي غيرها من البلدان مرت عليها أحداث ذات جلل. فمثلا في العهد السلجوقي تعرضت نيسابور لغزوات عشائر الغز، وهي عبارة عن قبائل تركية كانوا من أتباع السلاجقة، لكنهم دخلوا خراسان وهزموا السلاجقة. ده غير كمان إن هم تقريبا تملكوا جزء كبير جدا من خراسان. ومن هنا وصلوا لمدينة نيسابور وقتلوا كل من وجدوا، خربوا وأحرقوا، لكن السلاجقة استطاعوا إن هم يهزموهم. وتمكنوا كمان من إعادة تعمير مدينة نيسابور وإعادة أعمر بلاد الله وأحسنها وأكثرها خيرا وأهلا وأموالا. لكن أعاد التتار خرابها مرة تانية، وده لما دخلها جنكيز خان ودمر نيسابور وقتل كل من كان فيها، وطبعا خربوها. وبكده نكون وصلنا للنهاية. نتمنى نكون سلطنا الضوء على بعض بلدان العالم الإسلامي اللي ممكن يكون كتير ما سمعش عنها.